طيب رأينا كفرا بواحا، هل نقول للناس يلا توجهوا إلى خلع هذا الحاكم؟ هنالك ضوابط، الشريعة متكاملة والنصوص لابد أن تجمع بعضها إلى بعض. نقول لا مانع بشرط ألا يكون هنالك إراقة الدماء ولا إزهاق أرواح. إذا كان هنالك ضمانة بأن هذا الحاكم الكافر الذي أعلن الكفر ومنع الناس من إقامة أصول دينهم تستطيعون أن تزيلوه بدون أن يكون إراقة دماء وإزهاق أرواح فنعم. أما إذا ترتب على ذلك ولو روحا واحدة فلا. هل معناته أنه الثورة في سوريا مثلا ثورة غير شرعية باعتبار المآلات؟ أنا قلت هذا في بداية الثورة التونسية، قلت يا إخواننا في ليبيا، يا إخواننا في مصر، يا إخواننا في سوريا، لا تفتحوا على أنفسكم بابا من الشر. ليس حبا في القذافي هو الذي أجرم في حق شعبه وأيضا أخطأ نحو دولتنا ونحو ولي أمرنا، لكن نحن ننظر إلى الفاتورة الباهظة التي يخشى منها، لأن الشريعة لا تمنع من شيء إلا وفي مخالفته أنواع من الشرور والأضرار. ولذلك نقول نعم، الذين فتحوا الباب على أهل سوريا في مواجهة حاكمهم والخروج عليه وهم لم يقيسوا العواقب ولم يأخذوا بالسنن الشرعية في هذا، أنا أخشى أن من فتح هذا الباب يبوء بهذه الأرواح التي أزهقت. سوريا قبل المواجهة، قبل الخروج على حاكم، نعم كان هنالك أنواع من الظلم، أنواع من الجور، لكن معايشهم قائمة، الناس في مصلياتهم ومعابدهم. نعم هنالك من ظلم، هنالك من يسجن، هنالك من يبغى عليه وفي حقه، لكن يبقى في الإطار العام أن الشريعة مقامة، الناس يصلون في مساجدهم. الشريعة مقامة في سوريا على وقت نعم الشهر؟ أصول الشريعة كان الناس يصلون في مساجدهم، كان الناس يقومون شعائرهم، الإطار العام قائم. هذا شاهدته بعيني، أنا ذهبت إلى سوريا وشاهدت ذلك الأمر. وبالتالي أنت تشوف أنها ثورة غير شرعية بهذا أرى أنه مخالفة للشرع. مخالفة